لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 980 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بەمەبەستی ڕەزامەندی رب العالمین و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لێوەربگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. والله بەڕێزان هەر لە باسی ئەو کەسانی کەوە عەهد و پەیمان ناپارێزن لە موشریکەکان کاتێکەوە عەهد و پەیمان دەشچێنن لەگەڵ مسلمانان، رب العالمین دەفەرمی ئەوان ئاەتەکانی ئەڵڵا تەعالایان گۆڕیەوە بە ثەمەنێکی قەلیل، بە شتێکی کەم، فەصەدوا عن سەبیله، ئیتر بوونە کۆسب لە ڕێگای ئەڵڵا تەعالا، خۆیان لادا و خەڵکیشیان لادا. ئینەهم ساء ما كانوا يعملون، بێگومان ئەوانە خراپترین کارە کە دەیکەن. وەکو لە تەفسیری مەنار مناسبەی ئاەتە لەگەڵ ئاەت پێشووتر دەفەرمی هذا بەیان مستەئنەف، ئەو لێرەدا جوملەیەکی نوێیە دەست پێ دەکا بەیانی حەقەتێک دەکا لمن عساه يستغرب غلبة الفسق والخروج من دائرة الفضائل الفطرية والتقليدية على أكثرهم. لآت پێشووتر کە خوای گەورە هەر لە باسی ئەو مشریکان فەرمووە ئەکثەرهم فاسقون و ئەکثەرهم، لەوانەیە کەسێک پێی غەریب بی لەبەرچی زۆربەیان ئەوانە فاسقن، عەهد و پەیمان ناپارێزن. ئیتر لێرەداوە بەیان دەکا حتى مراعاة الله والقرابة والوفاء بالعهد الممدوحين عندهم، يعني لەبەرچی ئەوانە خزمەتی ناپارێزن، ڕەچاوی عەهد و پەیمان ناکە، حسابی خوا ناکەن سبحانه وتعالى لە پاراستنی عەهد و پەیمان، لەبەرچی زۆربەیان وانە. ويسأل عن سببه، سببەکەی چییە ئەوانەوانە؟ جوابەکەش ئەوەیە اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. اشتروا وەکو لە تەفسیری قاسمی دەڵێ ئەی ئستەبدلوا، گۆڕیان. اشتروا بآيات الله، ئاەتەکانی ئەڵڵا تەعالایان گۆڕی بەچی؟ بثمنا قليلا أي من متاع الدنيا، بشتيتشي كم لخوش كان دنيا غوريوا، يعني أهويتهم الفاسدة أو ثمنا قليلا. وكل قاسم دلي واتا هوا آرزوا فاسدة كان بوان غوريوا، واتا لزياتي وآتكاني خواي غورور بقرن هاتن هوا آرزوا فاسدة كان هل بجار. لتفسير سعد دلي اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أي اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا. چیان هەڵبژارد؟ دوو بژاردیان لە پێش بوو، ئەوەی ئەوان هەڵیان بژارد ئەو بەشەکەمەی دنیایان هەڵبژارد على الإيمان بالله ورسوله والانقياد لآيات الله، کەواتە لە پێشیان بوو ئاەتەکانی خوای گەورە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم عەرزی کردبوو، پێیانی گەیاندبوو، لە پێشیان بوو ئەو دوو بژاردەیان ئاەتەکانی خوا هەڵبژێرن و ئیمان پێبینن، یان دنیا، ئیتر ئەوان دنیا کەم و خۆشیە کەم و کورتیەکەی دنیایان هەڵبژارد. وكو ابن عاشور دلي هؤلاء الذين بقوا على الشرك من العرب بعد فتح مكة وظهور الإسلام على معظم بلاد العرب، أو مشركان كوا لعرب لدواي فتح مكش هل سر الشرك مانوا لدواي أو كوا إسلام بتواوتي بديار كوت لزوربي جزيرة عربي ليس لهم امتراء في صحة الإسلام ونهوض حجته. کاتێکەوان لەسەر شرکمانەوە لەو حاڵەتەش لە دوای بەدیارکەوتنی ئیسلام و فەتحی مەکە خۆیان هیچ شەک و گومانیان لە ڕاست و دروستی ئیسلام نەبوو، بەڵگەکانی زۆر واضح و ڕۆشن بوون، ولكنهم بقوا على الشرك لەبەرچی مانەوەدی لمنافع يجتنونها من عوائد قومهم، منفعتیان مەسلەحەتیان هەبوو
لەمانەوەی قەومەکەیان و بەخۆیان لەسەر شرک ئیتر منفعەتیان لە بۆ دەهات واتە بەروبوومێکی هەبوو ئەو کوفریان لە باب المصالح دنیوی لە چی بوو من غارات يشنها بعضهم على بعض ئەوە بووکەوە ئەگەر لەسەر شرک مابانەوە عادەت و طەبیعەت و ئیش و کاریوان ئەوە بوو ئەوەی بەهێز بوو غارات واتە هێرشیان دەکردە سەر یەکتری بە تایبەتی بەهێزەکە هێرشی دەکردە سەر بێهێزەکە و ماڵ و سامانی تاڵان دەکرد ومحبة الأحوال الجاهلية وهروها ئەو حاڵەتانێکەوە لە ژیانی جاهلی لەسەریدا بن خۆشەویستیان لە بۆی هەبوو وەکو من خەمر ومەیسر وزینا ئارە خواردن و قمارکردن و زیناکردن ئەگەر بێت و بێت لە ناو دینی ئیسلام طبعا نابێ ئەو شتانە بکەن افعل كذا ولا تفعل كذا پابەند دەبی بەڵام ئەوان ئەو حاڵەتە ئەو بەرەڵاییەیان پێخۆشتر بوو وغير ذلك من المذمات واللذات الفائتة لغير أوش كوكو إشارة بيدا لو شتا ناريكو كمو كرتاني كوان لجاهلية لسريدا من أويان هالبجار يتر همو أوشتاني كلجاهلية أوان هاليان بجار لخوشكاين دنيا هر هموي وذلك شيء قليل براستي همو خوشكاين دنيا خل متاع الدنيا قليل همو خوشكاين دنيا هر كما آثروه على الهدى والنجاة في الآخرة بەڵام ئەوان ئەو خۆشیە کەمەیان هەڵبژار لەسەر هیدایەت و نەجات بوون لە ڕۆژی قیامەت نەجات بوون لە عەزای ڕۆژی قیامەت بەڵکو ئەویان هەڵنەبژار فلكون آيات صدق القرآن أصبحت ثابتة عندهم كاتكوا راستو دروستي آتكاني قرآن للاي أوان ثابت بو شكو قمان لوين ما بو جعلت مثل مال بأيديهم لو يدفرمي اشتروا بآيات الله ثمن قليل وكو آتكاني لبردسبو وەکو بژاردەیەک لە پێشیان بۆ زۆری ئەتیادی ڕاست و دروستیەکەشیان لە بەدیار کەوتو بوو دەیانتوانی هەڵبژێرن بەڵام هەڵیان نەبژار وەکەوەی ماڵێک بوو لە بەردەستیان دەیانتوانی هەڵبژێرن هەڵیان نەبژار بەڵکو بەذەلوه وفەڕەتوا فیه بەڵکو لە دەستیاندا تەقسیریان تێدا کرد لأجل اقتناء منافع قليلة لە پێناوی ئەوەی کە منفعەتێکی کەمی دنیا هەڵبژێرن فلذلك مثل حالهم بحال من اشترى شيئا بشيء لو إخوائي قول سبحانه وتعالى فرمي أو أن أتكاني خوان قوريوا لبردستيان بو بشتيشي كمي دنيا لبردستيان ديان تواني إيمان بين راس درستيشيان لبوبا ديار كوتبو شنقيطيش ضلي واختلف العلماء بالمراد بهذا الثمن القليل علماء خلاف يعني أو ثماني قليلة أو أن هليان بجال والتحقيق إن شاء الله تعالى كواتسان رأيك دينتو دلي طالما رأي راس تدرس أوي أن المعنى أن الكفار تبدلوا من آيات الله والعمل بما جاء عن الله ثمنا قليلا من متاع الحياة الدنيا أوي كأخوي سبحانه وتعالى في المكافرة كان آتكاني الله تعالى وكار كردن بآتاني أنقوريو بثمانية كم لخوشكين الدنيا وهو مثلا عدم التقيد بالشرع بتيان قوريوا بويان قوريوا كبابا نبن بشريعة إخوة وبقاؤهم على ما كانوا عليه بمنينوا لسر أو كفر كواتيدانا واتباعهم أهواءهم وهروا لسر أو إيمانوا كبدواي هوا أرزو إخوان دابرون وكو خوايو لسورة البقرة دآيات ودفرمي بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله كواتعين لذلك إشارة بويدا كواوان تسيان هالبجار كفر كردن بآتكاني الله تعالى فتعوضوا من هذا اتباعهم هواهم وبقاءهم على ما كانوا عليه كواتوان لدياتي أتكاني خواهي قولة هالبجيان وكاربكن بآتكاني خواهي قولة أوان اتباعي هوا وأرزو كاني خواهي كردو ما نوان لسر كفر شركيك لسريدانا لأنه أحب إليهم لا أوان خوش ويستر هوا وأرزو وهذا شيء تافه تعوضوا عنه سعادة الدنيا والآخرة كواتا براستي هوا وآرزو همو خوشة كان دنيا شتشي زور تافيه بقيمته بيقوريا وبسعادة وبختوري دنيا وقيامة كالسيدة لهذا البجار دنيا آتكاني خواهي قولو إيمان بيهنان وبابن بون بيدا وانوا شنقيطي لعذب النمير دليتن فصدوا عن سبيله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيل أي فعدلوا عنه أو صرفوا غيرهم يتر بخوان خوان ليلادا يعني أو تخلتشيش يعني ليلادا
لا تفسير سعد ضلي فصدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم خوشيان لادا لو حقي وهروا خلشيشيان لادا. لا تفسير محرر ضلي أي فتسبب عن ضلالهم كواتا لو كرينو فروشني ككرديان لو آلو غوري ككرديان آتكان خواي غوريان غوريوا بثمنيش قليل تسيلي بباشكت قيامهم بإضلال غيرهم كواتا بخوان قمرابون بوي كاتكوا آتكان خواي غوريان غوريوا بثمنيش قليل لوجدا تسيلي بيدابو بوي كوا قيامهم بإضلال غيرهم بوي كوا هاتن باشوي كبخوان وان كردو قمرابون أو زا خلچيشيان قمرا كر فمنعوا أنفسهم من قبول الحق واتباعه خوان منع كرد لوي كوا أو حقان قبول بيو شان كوتي أو حقبا ومنعوا غيرهم من الدخول في الإسلام وغير خوشيان منع كرد لوي كوا بيننا ودائر الإسلام وحاولوا رد المسلمين عن اتباع الحق نكر أو دخلت شمنا كلو بيننا ودائر الإسلام بالكو هوليان دا مسلمانانيش رد كانوا لو كوا اتباع الحق بكانوا انش هالجيرنا بلان طبعا بالتأكيد بالنسبة أصحاب بيان نكرا إنهم ساء ما كانوا يعملون. لتفسير محرر ضلي أي بئس ما كان يعمله أولئك المشركون بوكاريان كرديان خرابترين كار أو مشركان كذيكا من استبدالهم الكفر بالإيمان لو كوا كفريان هالبجار قوريان وبإيمان وبأتكان خواهي قولا وصدهم الناس عن سبيل الرحمن وأهلوها بوكاري كوا خلشيشيان منعكر للريقاي الرحمن كوا إسلامتيا. لا تفسير بقاعش بين عراقتهم في القبائح وأنها في جبلتهم فتخير سبحانه وتعالى باسي أوان دكا كوا أوانا بابلين قديما لنا أو قباحتانا أوان عريقا قديما روتسوين لنا أو قباحتانا بويت الطبع اكتيان دا بذكر الكون كاتك إنهم ساء ما كانوا باس لا كون دكا فقال ما كانوا يعملون أي يجددون عمله في كل وقت بفعل هنايتي كواتا أوان روتسويننا أو قباحة وبيت الطبيعتيان ويترزال لدواي زاريش أو كارا نويدكنا ودوباريدكنا لو كوا أو قباحة كبريتي لغوريني كان خواي قوربا هوا وآرز وفاسد كانوا منع كدن خلشي لو كوا بيننا ودين إخوة سبحانه وتعالى يتر بويت طبعك تياندا وزال لدواي زاريش دوباريدكنا أو لسي وردجيري بويك واخوي يقول ما كانوا لكانوا وكي وردجيري والله اعلم. انزل دوات الدسان خوي يقول تاكيد سركاته لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون. راسي انا نا باريزن رصاونا كان برامبر بهيج ايمان دارك نخز ما يتي ونرساوي الله تعالى ذكن نعهد فيمانج دب باريزن هر اواني شن سنور بزين وتعداد كان. وكل تفسير بقاعدة لما أخبر تعالى بعراقتهم في الفسق كاتك وأخوي سبحانه وتعالى باسي أو كركوا أن لنا أو فسق كون روتسوين قديما دل عليه بأن خيانتهم ليست خاصة بالمخاطبين. زالير دا أخوي قولا دفرمي أو خيانة الشيان كالقل بيغمبريان صلى الله عليه وسلم كالقل مسلمانان دكان تايبت نية بوي كوا لقل أوان دكان تايبت نية بوي كوا تنها مش خيانة لقل بيغمبر كان صلى الله عليه وسلم يأخذ لقل أو جيريك لقل بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوا لا تكا خطاب يعني لقل دكا بل عامة لكل من اتصف بصفة الإيمان بلكو أو خيانتين عامة برامبر بهمو كسيك ما دام صفة إيمان تدابي أو خيانة برامبر دكان وكذا فرمي لا يرقبون في مؤمن برامبر بهيز إيمان دارك أو عن رصاوناكن. وكل تفسير سعدي جدالي أي لأجل عداوتهم للإيمان وأهله برامبر بهيز إيمان دارك رصاوي عهد بيمان ناكن لبرسي ما دام أو مقابلان إيمان دارا يتر أوان دجايتين لقل إيمان ولقل أهل إيمان هي. وكل تفسير محرر دالي كاتك أخواي قردفن لا يرقبون في مؤمن إعلام بأن عداوتهم إنما هي بحسب الإيمان فقط كواتا بسبب أو كوا هر كسيك إيمان دار بأوان عداوتيان هي برامبري
وقوله أولا لا يرقبوا فيكم كان يحتمل أن يظن ظان أن ذلك للإحن التي وقعت فزال هذا الاحتمال بقوله في مؤمن كواتا لا آتك بيشتون لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة لو أنا كسيقوات الصور بكواتب تنها برانبر بأوان تنها برانبر بوزيري كوالقر بيغمبر صلى الله عليه وسلم لو أنا قرفتم مشاكل أنها بلوية أوان عهد بيماننا باريزا فالله من فرمي في مؤمن نك برانبر أوان بتايبتي برانبر همو إيمان دارك مشركة كان عهد بيماننا باريزا كواتا وصفة إيمان تدابتا أوان عهد بيمان برانبريان ناباريزا طبعا وكو باسمك إلا ولا ذمة وكل محرر ضلي أي لا يراعي أولئك المشركون في أي مؤمن قدروا عليه الله ولا قرابة ولا عهد كواتا هيش تيجن رتساونا كان برامبر بهيز إيمان دارك أجر بالصلاة مسدا بشي نرى تساوي الله تعالى ذكر نرى تساوي خزماتي ونرى تساوي عهد بيمان ذكر وأولئك هم المعتدون أي المجاوزون الغاية في الظلم والمساوي أو أنا همو سنور يكدب زين لظلمه لخراب كاري وكل تفسير سعد الجلال فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجل ويبغضونكم هو الإيمان كوات أوص فيك لبرتي أوان دجاتين قوة كان لبر إيمانك تان أوان دجاتي كان لو أنقوش فذبوا عن دينكم منصروه دي أنقوش دفاع لدينك تان بكن بسري بيخن أوان دجاتي تان كان لبر دين دي أنقوش دفاع لدينك تان بكن وأولئك هم المعتدون وكل تفسير ابن عاشور جدال قصر تيدا وتبطى براسي هر أوانا معتدين ضل أوش يعني لبو مبالغة لاعتداء السنور بزان كيان لبرو براستي اعتداء السنور بزان دنكو عداوتك لباطن يانو هل دقوري أو جليان بديار ذكوي يعني أوتا ضل قصري قلبي بيادا قوتري أي هم المعتدون لا أنتم براستي أوان معتدين نوق أنقو أوان دست بيش خلن وكل آتكاين دواتيج دفرمي والبادئ أظلم لويا براستي أوانا الشياني أوانا بهم الشيوك تبرى لعدو بيمانيان بكن لو كوا أوهم عداوة أوهم خيانة يعني لبدي أركوتيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون